بعدين في يافطة مكتوب عليها ممنوع التدخين. يافطة مكتوب عليها ممنوع التدخين؟ اليافطة دي للرؤساء، إنما إحنا زعماء يا طارق، زعماء. دي كانت حتة من اللي عمله رئيسك الجميل المحترم صدام حسين. انت كنت بتسألني بتقول لي احكي لي عن الراجل ده يا بابا، صح؟ أيوة. الراجل ده يا آدم، الراجل ده علشان المشككين في وطنيته، في إخلاصه لشعبه وفي إخلاصه للناس العراقيين، كان رجلا جميلا وكاريزما زي بابا كده، واخد لي بالك؟ الراجل ده من بعض إنجازاته في الحياة، الجماعة الأتراك قطعوا المية عن إيه؟ عن العراق. فجي في مرة أول ما عرف بالحكاية دي قال لهم جهزوا لي الطيارة بتاعته وهاتوا لي السيجار الجرود اللي أنا بشربه ده. سيجار إيه؟ جرود. نوع جرود. وقال لهم هاتوا البتاع ده وأنا إيه؟ وأنا هشوف القصة دي. أخد الطيارة بتاعته والسيجار بتاعه والكرسي وراح على نهر إيه؟ دجلة. لا، نهر النيل إيه؟ راح على نهر دجلة. أول ما راح على نهر دجلة هناك الرئيس التركي عرف عمل إيه؟ طلع بيان إن هو هيودي للعراق إمدادات من المية بكميات أكبر من اللي كانوا بياخدوها. صدام حسين عرف، قال لهم على تركيا أن تحسن سلوكها. النهاردة أنا ولعت السيجار بتاعي الجرود كده، ولعه كده. المرة الجاية هولع أنقرة قبل ما أقوم من مكاني. ولا تأسفن على غدر الزمان فلطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، ولا تحسبنها برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. الموقف اللي أنا عملته لك الصبح ده لما أنت بتقول لي يا أبو عدي اليافطة دي مكتوب عليها ممنوع التدخين وراح أولع، دي كانت في مؤتمر القمة العربي اللي في المغرب. غيروا القانون لهذا الرجل، جابوا له طفاية، لأنه قائد، لأنه محنك، لأنه رجل قوي، واخد لي بالك؟ لما إنجازات الراجل ده كتير 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 أوي هذا أوي. مهما حكيت لك عنه يعني لا تتخيل. فأوعى أي حد من الأجيال اللي طلع المشككين يقول لك ده كان راجل كذا وكذا وكذا تسمع له. أنا حكيت لك على 2 من بعض إنجازاته. حلو؟ يبقى إيه؟ يبقى الراجل ده كان إيه؟ رجل قوي صارم عادل محب لشعبه، وكانت العراق في فترة حكمه أزهى شعوب الأرض. فهمت يا طارق عزيز؟